توعد مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو نظيره الجزائري جمال بلماضي باعثا برسالة قوية لكتيبة محاربي الصحراء. وقال أمير عبدو عقب المباراة التي خسرها فريقه أمس أمام أنغولا إنه سيدخل مواجهة الجزائر بنية الفوز. وأشار عبدو إلى أن المواجهة لن تكون سهلة للطرفين. وأبرز الناخب الموريتاني أنه لن يجعل من مباراته الأخيرة في دور المجموعات فرصة لتوزيع النقاط على منتخب الجزائر. وفي رده على سؤال صحفي حول اللياقة البدنية الكافية للاعبيه خلال المباراة المرتقبة أمام الجزائر، قال مدرب منتخب موريتانيا: قل لبالماضي أن يحضر نفسه وفق لما فاد به موقع وين وين القطري. ويعلق جمال بالماضي أمالا كبيرة على مباراة الثالثة أمام المرابطين لتلافي التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة للخضر. وأكد الكوتش بالماضي أن مباراة موريتانيا ستكون بمثابة نهائي مبكر بالنسبة لكتيبة محاربي الصحراء. وأعرب الناخب الوطني عن ثقته في جميع لاعبيه وطاقمه، ولتفادي حسابات ضيقة يتوجب على رفقاء رياض محرز الفوز أمام المنتخب الموريتاني. ورغم انسهامهما في مباريات أمام أنغولا وبوركينا فاسو، قدمت موريتانيا أداء إيجابيا ومميزا. وعن ترتيب المجموعة الرابعة، يتقاسم المنتخب بوركينا فاسو وأنغولا الصدارة ب4 نقاط لكليهما، وتتواجد الجزائر في المركز الثالث بنقطتين، فيما تتذيل موريتانيا المجموعة. وما زال منتخب مرابطين يمتلك حظوظا من أجل التأهل إلى الدور السادس عشر في حال فاز على الخضر، مما سيجعل المباراة شيقة وصعبة للمنتخبين المغاربيين. يستأنف المنتخب الجزائري تحضيراته في مدينة بواكي الإيفوارية تحسبا لمواجهة منتخب موريتانيا لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس إفريقيا. وبرمج الناخب الوطني جمال بلماضي حصة تدريبية استرخائية أمسية اليوم في تمام الساعة 5:30 مساء، 6:30 بالتوقيت الجزائري، وذلك من أجل إزالة التعب والإرهاق الناجم عن المواجهة الأخيرة أمام بوركينا فاسو. وستعرف الحصة التدريبية بعض الغيابات، حيث ارتأى الطاقم الفني للخضر أن يمنح بعض اللاعبين قسطا من الراحة بعد المجهودات التي بذلوها طيلة اللقاء الماضي. وبرمج المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمنتخب الجزائري حصة تدريبية مغلقة دون حضور وسائل الإعلام. وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تنشيط الناخب الوطني جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا في حدود الساعة 2:30 بتوقيت الجزائر، وذلك في قاعة المؤتمرات التابعة لملعب السلام ببواكي. وسيكون الناخب الوطني جمال بلماضي مرفوقا باللاعب حسام عوار الذي لم يسجل مشاركته في اللقاء الماضي أمام بوركينا فاسو.